لفت نظري ان في اي كيان او في اي شركه كبيره او اي حاجه، ان دايما الموظف العويل اللي هو اصلا ما بيعملش حاجه ده اللي بيترقى وهو ده اللي بيعلى. ودايما الموظف المجتهد قوي اللي بيشوف شغله قوي ما بيسيبش وراه اي حاجه، دايما هو اللي بيشيل الشغل كله، دايما هو اللي بياخد فلوس اقل، ودايما هو اللي بياخد تقدير اقل. ده سببه ايه؟ هو مش بس في الشغل، انت برضو لو هتبص في اي بيت هتلاقي بين السلايف او القرايب وحتى الاخوات هتلاقي في واحده متدلعه خالص ما بتعملش اي حاجه ولا حتى حد بيطلب منها حاجه، وتلاقي التانية اللي طالع عينيها وشايله البيت كله على دماغها بتعمل اللي عليها واللي على غيرها. لو جت في مره، مش هقولك قصرت، لو جت في مره بس تعبت او حابه تاخد نفسها يتهموها ان هي مقصره، انت مهمله، انت مع ان المدلعه دي محدش بيطلب منها حاجه خالص وشايفين ان ده عادي ان هي ما تعملش. فعلا، ومش فكره الشغل بس ومش فكره السلايف بس، ده الفكره العامه عموما. يعني حتى بين الولد وامه قبل ما يتجوز بيبقى حاجه، وبعد ما يتجوز يبقى ابنه بيبقى حاجه تانية. هو فعلا عندك حق قوي في الحته دي وبنشوفها كتير. يعني تلاقي الولد اللي مامته شايلاه من وهو صغير لحد ما يبقى بسم الله ما شاء الله كده قد الباب وبتعمل له كل طلباته، لحد كوبايه الميه اللي بتجيبها لحد عنده. اول ما يتجوز بقى واحده متدلعه هو اللي بيجيب لها كوبايه الميه. ارنوبي. هو بص، عشان ما حدش يفهمنا غلط، انا مش قصدي ان هو ما يجيبش لمراته حاجه او ما يساعدهاش، لا بالعكس. يعني انا دايما اقول ايه، الحياه مشاركه. بس انا قصدي ان هو كان بيتعامل مع مامته ان هي الخدامه ليه ولطلباته. دلوقتي بقى العكس. صوت مش فاهم يعني ايه المنطق اللي يخلي ان اللي بيشوف شغله كويس او اللي بيشوف حياته كويس او اللي بيراعي ربنا بالزياده دايما ملوش حظ، او مش عايز اقول ملهاش حظ، يعني دايما ما بيتقدرش كويس. خلينا نمشيها من الجزئيه دي. بص، في حاجه اسمها نظريه التعود. الناس لما بتتعود على حاجه سواء صح او غلط هم خلاص بيألفوها. نفس الحكايه في كلام ربنا الاف قريش، لما قريش ألفوا النعمه فبطلوا ان هم يحمدوا ربنا عليها، شافوا ان ده العادي. نفس الحكايه لو انت بتعمل اللي عليك والزياده معايا، فانا في الاول هبقى ايه، فرحانه بده ومبسوطه وشايفه انك بتعمل الزياده فعلا، وابقى كل شويه اشكرك وشايفه ان كده وشايفه ان كده يعني كده حاجه كويسه انت بتعمل. بعد كده انت عمال تعمل في كده في كده، فخلاص انا اتعودت ان انت بتعمل كده وان ده طبيعي. ففجاه كده انت هتيجي ما تعملش ده، لا ده في حاجه انت غلط انت بتعملها، انت ليه ما بتعملش ده؟ وخلاص زي ما انت بتقول بقى حق مكتسب. نفس الحكايه مع اللي ما بيعملوش حاجه، الناس متعوده ان ما بيعملوش حاجه فمش هيطلبوا منهم حاجه، مش هيعتمدوا عليهم في حاجه. طيب ما امرها سهله، طب ما احنا ممكن نقصر زي الناس اللي بتقصر عشان نتقدر. يعني هو احنا لا نبقى كده لا نبقى كده، وخير الامور الوسط. اعمل كل اللي عليك واوعى تقصر فيه، بس في نفس الوقت ما تجيش على نفسك، واوعى تشيل شيله غير شيلتك. وزي برضو ما انت مش هتقصر معاهم ما تسمحش لحد انه يقصر معاك. يعني وكلامي لاي حد، اوعى 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 تعيش دور الضحيه، لان اللي بيعيش دور الضحيه هيفضل طول عمره ضحيه مهما عمل، محدش هيقدر وهيفضل عايش جوه الدور ده، ووقت ما يحب يرجع لطبيعته محدش هيسمح له بده. اللي يطلب منك انك تعمل واجباتك، اطلب انت كمان منه حقوقك. في الاول وفي الاخر محدش هيفتكر انت بتعمل ايه، الشغل بيجيله وقت وبيخلص وهيجي غيرك ومحدش هيفتكر ايه اللي انت كنت بتعمله فيه. فخلي الشغل مجرد جزء في حياتك مش حياتك كلها. وبالنسبه للامهات المخليه ابنها يعيش دور المدلع، لما بيروح للمدلعه هو اللي بيقوم بدور الام، الولاد بيكبروا وكل واحد بيبقى له حياته ومحدش بيشيل ولا بيخدم حد. وفي الاول وفي الاخر مش هينفع حد الا صحته. اعمل اللي عليك واعمله بزياده كمان، بس لما تلاقي اللي قدامك مش مقدر ده وقف العادي علشان يعرفوا انه مش عادي. بس هي دي كل الحكايه.